السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. الفترة الأخيرة جات لنا أسئلة كتير من الأمهات واستفسارات كتير وشكاوي كتير. أنا ابني بينسى كتير في التعليم، الحاجة اللي بياخدها بينساها، أعمل معاه إيه؟ أنمي الذاكرة بتاعته إزاي؟ ودايما بنقول عن طريق حاجتين، رقم واحد بنمي الذاكرة السمعية، رقم اتنين بنمي الذاكرة البصرية. ودلوقتي هنشوف تجربة على الذاكرة البصرية. هنجيب أي كروت عادي من بتاعة المجموعات الضمنية. أي 4 كروت، ديك، بطة، فرخة، حمام. ازيك يا ياسر، عامل ايه؟ ايه ده يا ياسر؟ ديك، بعد الديك بطة، فرخة، حمام. ديك، بطة، فرخة، حمام. بص لهم كويس، انا هلخبطهم وعايزك ترصهم يا ياسر. رصهم لي تاني زي ما كانوا مرصوصين. اول حاجة كانت ايه؟ حمام. دي فرخ. هما كانوا مترتبين كده يا ياسر. هنا معرفش يرصهم، هنعمل ايه؟ هنشيل كارت منهم، وليكن كارت الفرخ. بص معايا يا ياسور، اول حاجه ايه؟ دي بط. بعد البطه دي ديك، بعد الديك حمام. يبقى بطه، ديك، حمام. بطة. دي حمام. خلي بالك هلخبطهم وعايزك ترصهم تاني. يلا يا ياسر رصهم زي ما كان. بطة. اول حاجه كانت بط، بعد البطه دي لا غلط، ما كانوش مرصوصين كده، كانت بطة، ديك، حمام. فشل اللي هو يرص 3، هنعمل ايه؟ هنجيب 2 بس. بص يا ياسر، دي ايه؟ بطة. وده ايه؟ ديك. ديك مش فرخة. تعرف ترصهم بعد ما لخبطهم؟ أول حاجة بط، بعد البطة خلاص؟ يلا يا ياسر حطهم زي ما كانوا. أول حاجة كانت ايه؟ دي لا، أول حاجة كانت إيه؟ بطة. بطة، حط البطة. تاني حاجة بعد البطة كانت إيه؟ دي ديك. دلوقتي يبقى أول حاجة بطة. دي بعديها دي هلخبطهم يا ياسر وعاوزك ترصهم تاني. كانت أول حاجة موجودة إيه يا ياسر؟ بطة، ماشي. بعد البطة ديك. يبقى أول حاجة إيه؟ بطة. دي بعد البطة دي هلخبطهم يا ياسر وعايزك ترصهم. رصهم زي ما كانوا. أول حاجة كانت إيه؟ بطة، برافو عليك يا ياسر. بعد البطة دي دي. يبقى أول حاجة بطة. دي، أزود عليهم واحدة، حمامة. يبقى أول حاجة إيه؟ مش بطة. بعد البطة دي بعد الديك. حمام. هنا لما الطفل اتدرب اللي هو يرص كارتين، هنعلمه يرص أو يرتب 3 كروت. لما لقينا الطفل ما عرفش 4 رجعنا على 2، على 3. لما لقينا الطفل مش عارف 3 رجعنا على 2، عرف 2 هنخش على 3. يلا يا ياسر، أول حاجة إيه؟ بعد البطة دي بعد الديك حمام. حمام. هلخبطهم وعايزك ترصهم تاني، بطة، ديك، حمام. رصهم زي ما كانوا يا ياسر. أول حاجة كانت إيه؟ بطة، برافو عليك يا ياسر. دي ديك، حمام. حمام. هزود عصفورة. يبقى أول حاجة إيه؟ بطة. بطة، بعد البطة دي ديك، حمامة. حمامة. عصفور. يبقى بطة، ديك، حمامة، عصفورة. بطة. دي حمامة. عصفور. هلخبطهم ماشي؟ يلا رصهم لي زي ما كانوا يا ياسر. أول حاجة إيه وآخر حاجة إيه؟
اول حاجه شاطر، بطه، بعد البطه ديك. ديك، بعد الديك حمامه، برافو عليك. عصفور، اشطر ولد يا يسوره، برافو عليك. احنا هنا نخلي بالنا الطفل ما كانش عارف يرص 4 في الاول، وما كانش عارف يرتب 3. لما بدأنا ندرب على 2 دخلنا على 3 دخلنا على 4. التدريب ده بصفة عامة هنعمل ايه؟ هنلخبط، يعني انا بدربه على 2 مش هكمل 3 و4 زي ما انا عملت، انا هفضل ادرب على 2 فترة. واجيب بقى حاجات تانية غير البطة والديك، اجيب مثلا فرخة وعصفورة، اجيب مثلا معزة وديك، اجيب مثلا حمار وحصان الى اخره. هفضل ادرب على 2 فترة. بعد ما الطفل يتدرب على 2 ابدا ادرب على 3. بعد ما الطفل يتدرب على 3 ادرب على 4. ممكن الطفل يجيبها في جلسه واحده، وممكن يجيبها في 20 جلسه. وافضل ادرب وازود في الكروت. هبص بالتدريج الاقي الطفل الذاكره البصريه بتاعته بقت تزيد وبقت تتحسن. الفيديو الجاي ان شاء الله هندرب الذاكره السمعيه، وشكرا لكم.